صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أناقة مطبخ. وصفتنا اليوم هي رغيف العيد المعسلين اللي هما من الأطباق المغربية اللي كنحضروهم في فطور العيد. غنقدمهم بدون بيض بطريقة سهلة ومبسطة، تيجيو مقرمشين وبنان وبمكونات بسيطة. لهذه الوصفة غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، ما يعادل 5 الكؤوس ديال العنبة، ضفت عليهم 3 المعالق كبار من الزبدة مذوبة وقبصة ديال الملح، وغنزيد ساشي ديال الفاني والساشي ديال الزهر اللي ممكن تعوضوه بربع كاس ديال الماء زهر، ونصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات، ملعقه كبيره من سنيده اللي كتعطي لون ذهبي للرغيفات ملي كيطيبوا، معلقه صغيره من الخل الابيض، وربع كاس حليب، وضروري يكون دافي باش ما يجمدش لينا الزبده. ودابا غنجمعوا هاد المكونات بماء دافي. انا هنا كفاني كاس ديال العنبه من الماء، والعجين ما يكون قاصح ما يكون جاري، يعني يكون بين وبين. دابا غنحاول نخدم العجين بهذه الطريقه بلا ما ندلكها، غير باش نمزج المكونات مع بعضها، وغنخليها ترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد ما ارتاحت العجين غنقسمها على جوج الاجزاء وغنخدم كل جزء بوحدو. دابا غنبسط العجين بالنشا على شكل مستطيل، والنشا ضروري كنخدمو به حيت كيخلي الرغيف يكونوا مورقين ومقرمشين. غنرشو فوق العجين بالنشا، من بعد كنقسموه على جوج وكنخدمو كل جزء بوحدو. دابا غنطوه بهذا الشكل ونمشيو معاه في نفس الحجم باش يجيونا الرغيفات في نفس القياس. من بعد كنقسموا الرغيفات بالقياس اللي بغينا، غير هما باش ما كانوا صغار كيكونوا حلوين في الشكل وفي المذاق. انا هنا درت قياس صبع وكيجيو على هذا الشكل، وهكا كنكملوا حتى الجزء الاخر حتى تنكملوا كاع العجين. دابا غناخذوا شي حاجه مدوره بحال هكا باش نضغطوا على دوك الرغيفات حتى كيبانوا لنا دوك الطويات من الجناب، عاد باش كناخذوا المدلك وندلكوها كاملها، وهكا غنخدموهم كاملين. زيت سخونه وضروري تكون النار مهيله. غنحطوا هاد الرغيفات ونبقاو نخويو عليهم الزيت من الفوق باش يتنفخوا، ونبقاو ردين ليهم البال غير يتبدل ليهم اللون، ونقلبوهم وما نخليوهمش يطولوا في القلي، حيت ملي نغطسوهم في العسل باقي غيتبدل ليهم اللون. من بعد ما نشفوا مزيان من الزيت، دابا غنغطسهم في العسل ونقطرهم في شي صفايه حتى كيتقطروا مزيان من العسل. عاد كنزوقوهم بكاوكاو ولا اللوز ايفيلي ولا الزنجان على حسب الرغبه. وفي الاخير رغيفات المعسلين كيجيو بهذا الشكل، صراحه بنان بزاف ومقرمشين ودغيا كيوجدوا، وحتى مكوناتهم غالبا متواجدين عندنا.
هكا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك وتعليق الى عجبكم الفيديو. دابا غنقول لكم بالصحه والراحه والى فيديو جاي ان شاء الله.